يلا طاجن محشي ورق عنب بالفراخ. حلة على النار، انزلي فيها ب3 معالق كبار من الزيت، عليهم مكعبين كبار من الزبدة. الزبدة بتاعتنا تسيح، هنزل عليهم ببصلتين كبار مفرومين ناعم. هنزل بالبصل بتاعنا كده بالتدريج علشان البصل ما ينزلش المية بتاعته ويبقى طعمه زي المطبوخ. بالتدريج كده، اول ما الكمية اللي احنا نزلنا بيها تاخد سخونية الحلة والزيت وكده، هننزل بالكمية التانية بالشكل ده. نبدأ بقى نقلب لحد ما البصلة بتاعتنا تتشوح وتبدأ تدخل في السوا. مش عايزينها تغير لون، يدوبك بس تتشوح واللون هيتحول للون شفاف. هننزل عليها بقى بكيلو من الطماطم المعصورة، ونكون ضربينها في الخلاط بكمية قليلة خالص من المية، ولو تقدري ما تضيفيش مية خالص هيبقى احسن. هنزل بقى بالطماطم بتاعتنا كده على البصل، نقلبهم مع بعض كويس. هنسيبهم بقى يتسبكوا ونروح نجهز بقية المكونات. هنجيب بقى بولة، هننزل فيها بكوبايتين من الرز، نكون غسلينهم كويس ومصفينهم من اي مية بالشكل ده. هننزل عليهم كمان بحزمتين من الخضار، واحدة شبت واحدة كزبرة، ونبدأ بقى نقلبهم مع بعض بالشكل ده. هننزل عليهم بالتوابل، هتظهر عندك على الشاشة. التوابل بتاعتنا هنا مش كتير علشان ما تغيرش طعم الخلطة بتاعتنا. هنا كان خلاص التسبيكة بتاعتنا جاهزة. اول ما تظهر فقاقيع كده على الوش والزيت او الدهون بتاعتنا تطلع على الوش ويتبخر اي سوائل من الصلصة، كده التسبيكة بتاعتنا جاهزة. هناخدها بقى وننزل بيها على الخليط اللي احنا لسه عاملينه، الرز والخضار. هننزل بيها وهي سخنة، ونبدأ نقلب. تقدري تضيفي كمية التسبيكة كلها او تضيفي نصها على حسب ذوقك. وكمان على حسب الطماطم بتاعتك، هل هي حمرا كفاية او لأ، يعني حاجة بقى قدريها انت بنفسك زي ما بتحبي. هنضيف اخر اضافة معلقة صغيرة من دبس الرمان. خلاص كده الخلطة بتاعتنا جاهزة. هنجيب بقى ورق العنب بتاعنا نكون سلقينه. حلة على النار فيها مية ومعلقة من الزيت، ونبدأ نسلق كمية ورق العنب بتاعتنا كلها بالشكل ده. هنصفيه بقى من اي مية، هنبدأ بقى نحشيه. هناخد كده ورقة ويكون الوش الخشن لفوق. هناخد بقى كمية من الخلطة بتاعتنا. كمية الخلطة هتبقى على حسب حجم الصباع اللي انت محتاجاه، اللي انت بتحبيه يعني. هناخد الاطراف اللي فوق نتنيها على الخلطة بتاعتنا، وبعدين ناخد الطرف اليمين والطرف الشمال ونتنيهم عليه، ونبدأ بقى نلف كده بالجزء اللي لسه باقي. ونحاول واحنا بنلف نضغط كده ضغطة بسيطة علشان الصباع بتاعنا يبقى ماسك نفسه. بس كده، يعني الموضوع سهل خالص، مش محتاج بقى اي افتكاسات. هناخد ورقة تانية كده ونشوف الطريقة مرة تانية. الورقة هنمسكها على الوش الخشن، ونضيف كمية الخلطة اللي احنا بنحبها يعني على حسب حجم الصباع. ناخد الطرف اللي فوق والطرف اللي جنبيه نضمه على الخلطة، وبعدين ناخد الطرف اليمين عليهم والطرف الشمال،
ونبدأ بقى نلف الجزء اللي باقي عليهم بالشكل ده. واي زوايد كده تيجي تظهر من الجناب هنبدأ برضو نضمها لجوه علشان ما تبقاش شكلها مش حلو بالشكل ده. بالنسبة لي ده حجم الصباع ده مناسب، يعني لا رفيع قوي ولا تخين قوي، يفضل ما تزوديش حجمه عن كده. هنخلص كل الكمية بنفس الطريقة. وهنا انا بحب ازود كم حباية من الفلفل كده بحشيهم برضو، بحب اضيفهم مع اي نوع من المحشي انا بحبه، بيدي نكهة مع المحشي كويسة، وفي نفس الوقت يعني ايه بيبقى لذيذ. بس كده. كده خلاص خلصنا كمية المحشي بتاعتنا كلها بالشكل ده. هنسيبه بقى على جنب ونروح في حلة ننزل فيه بمكعب من الزبدة وعليها معلقة صغيرة من الزيت. اول ما الزبدة بتاعتنا تسيح هننزل عليها بالفراخ، اي جزء انت بتحبيه بقى في الفراخ او الكمية اللي تحبيها يعني. هناخد الفراخ بتاعتنا كده وننزل بيها في الزيت والزبدة بعد ما ساحت. هنسيبها على الجنب دوت لحد ما تاخد تحميرة. اول ما تبان كده من الاطراف ان هي دخلت في السوا يبقى كده خلاص خدت لون ذهبي جميل. هنبدأ نقلبها على الجنب التاني ونتبل الجنب اللي اتحمر بفلفل وبهارات سبعة. هنسيبها بقى لحد ما تاخد لون من تحت كده ونبدأ نقلبها مرة تانية ونتبلها مرة تانية كمان. خلاص كده هناخدها بقى ونبدأ ننزل عليها بالمحشي بتاعنا جنبيها كده نرص المحشي. هنزل اول حاجة بالفلفل، هملى بيه بس الفراغات اللي حوالين الفراخ كده، وبعدين ابدأ ارص ورق العنب بتاعي. اول سطر هيبقى مفشكل معاكي كده شوية وبعدين هيبدأ يظبط من السطر اللي بعديه. اي فراغات كده لسه موجودة ابدأي امليها بحيث السطر بتاعك يبقى محكم. في نفس الوقت برضو ما تحشريش المحشي جنب بعضه كتير علشان يستوي يعني وياخد راحته في السوا. هنخلص بقى الحلة بتاعتنا كلها بالشكل ده. هنزل عليها طبق كده من على الوش، او لو لسه باقي معاكي ورق عنب هتبدأ ترصي الورق العنب على الوش كده بحيث ان السطر الاولاني ما يفكش. هنكون ساعتها بقى مغليين الشوربة بتاعتنا وضايفين عليها عصير ليمونة، ونبدأ بقى نضيفها على المحشي بتاعنا. الشوربة يا دوبك تبص كده يعني تبقى شايفينها من السطر الاولاني، يعني ما تغطيش المحشي للكامل. اول ما يغلي بالطريقة دي هنسيبه بس مدة 5 دقايق ونهدي عليه النار خالص. هنسيبه بقى لحد ما يستوي، هياخد معانا حوالي ساعة. نختبر برضو صباع وندوقه كده نشوف الرز مستوى من جوه ولا لأ. بس كده كده يكون الوصفة بتاعتنا جهزت. الطاجن بتاعنا هنبدأ بقى نقدمه. هنجيب بقى الطبق التقديم بتاعنا وهنحطه كده على الحلة بتاعتنا او الطاجن ايا كان انت عاملة في ايه، ونبدأ نقلبه. هيطلع معاكي بالشكل التحفة ده.
شكله لوحده اصلا يشهي. بس كده كده يكون الوصفة بتاعتنا النهاردة جهزت. قدميها بقى بالهنا والشفا. لو عجبتك ما تنسيش تنزلي تسيبيلي كومنت تحت. اشوفكم الفيديو الجاي على خير. بحبكم.